السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناء على طلب المتابعين، الشيخ على ما تتكلموناش على الزوهرية وتوضحوها لنا بين مؤيد ومعارض، وهناك من يقول موجودة ومنهم من ينكر وجودها. أعطينا رأيك يا شيخ. الزوهرية لا يهم المسمات ولا كيف يسمونها أو نوع تسميتها. هناك من يقول الزوهرية وهناك من يقول السلالة المباركة، وأغلبهم يتحججون أنها لم تأتي لا في الكتاب ولا السنة. حتى السرطان لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. وإن الله في خلقه لشؤون سبحانه عز وجل. هذه السلالة المباركة عندهم هذو الناس عندهم صفات، تلقى هذو الناس مكروهين من أغلب الناس، يعني من الإنس والجن، يكرهون هذا الناس بالضبط، وحياتهم معكرة. يعني تلقى هذا الإنسان يربح على إنسان واحد آخر بصحيته محطمة، تلقى إذا دخل المكان فارغ يتعمر، تلقى إذا دخل في شراكة مع إنسان الإنسان هذاك يربح وهو يخسر، تلقى حياته محطمة، تلقاه منبوذ من المجتمع، عنده صفات وعنده زمرة الدم نتاعو زمرة خاصة اللي يحوسوا عليها يتغذاو بها الجن، لأنه يعيطوا الجن الدم الحلو وله نسبة عالية في مادة الزئبق. زيد هناك من هو زوهري العينين، وهناك زوهري القلب، وهناك من هو زوهري الروح، وهناك من زوهري تحت القدمين، وهناك من هو زوهري اللسان وزوهري الأذنين وزوهري الشعر. هناك عدة صفات للزوهري، ويتمتع بصفات روحية قوية ونور قوي وله طاقة رهيبة. حتى الرقية تاعو ما تكونش كما رقية إنسان عادي. لو كان نرقو إنسان عادي الرقية الزوهري ما يتأثرش، ولو كان نرقو الرقية الزوهري نقول الرقية تاع السلالة الخاصة بالسلالة المباركة تلقاها الحيط ياكلو. يعني هذو الناس موجودون وكاينين، وإن الله في خلقه لشؤون. وربي دار أسرار في هذا الكون ودار أسرار في عباده، ولله جنود السماوات والأرض ولا يعلم جنود الله إلا هو. سبحان الله. هذا رب وخلق ويخلق وش يحب، ودير صفات في عباد ونحي صفات من العباد. سبحان الله. دخلت حتى في هذه. وبالنسبة للرقاة على ما يهضروش 99.99 من الرقاة يؤمنون بهذا النوع من الزوهرية أو السلالة المباركة، ما يتكلموش عليها خوفا من كلام الناس أنه جميع اللي يهضر فيها يطعنوا فيه ويقولوا عليه ساحر ودجال وكذا. ولا الساحر ماهوش غبي بيحوس على إنسان بصفات معينة ودم معين وزمرة معينة وكذا، ويدير بها أمور معينة وكذا. هذا ماهوش غبي، هذا ماهوش غبي باه يكفر بربي ويشرك بربي ويلاخر على أمر ما كاش. هذا الأمر دارسو الساحر عليه لعنة الله. وهنا تكمن قوة الساحر وشر الساحر، يعني عنده شر ما بعده شر. يعني هذا الساحر يدير كل شيء والشر نتاعو لا حدود له. فهمتوا إخوتي؟ هذه من باب التوضيح، ونتحمل الانتقادات أموالف عندي جدا. واثق في نفسي ونعرف روحي شنسوى، خصوصا في هذا المجال نعرف روحي وراني واصل. مع تحيات شيخ الراقي أبو تاقي الله